السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد بعد غياب طبعا. تشوفون هاي المباخر هن هذني اللي يعني خلتني اغيب عنكم فترة. صار لي فترة ما قدرت انزل لان جاي اتعلم ارسم على المباخر مثل ما تشوفون هاي بالفيديو. حبيت اشاركن وياكم. هاي طبعا 3 قطع، يعني اكتب ارسم على المبخرة حسب طلب الزبون. شوفوهم وعطوني رأيكم إذا عجبنكم. وهسه راح نبدي بالفيديو اليوم. طبعا هاي الفيديو بالليل اشتهينا كيكة، فرحت أسوي كيكة بالليل. عندي هنا 4 بيضات وقلاص زيت، قلاص إلا ربع، و3 قلاصات طحين بهذا القلاص مالت الشكر، وقلاص شكر وقشطة، وظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر. هسه راح نبدي نحط البيضات بالبداية. لا تحبون تسوونها بالخفاقة بالعجانة؟ والله أنا هالمرة حتى بالخفاقة اليدوية ما سويتها بخاشوقة أو هاي العود الخشب. نزلنا البيضات نخلطهن. يعني هي بنات كيكة لا اسفنجية ولا فدشي، كيكة مال عصاري موادها بسيطة. بسرعة خلطتها حطيتها بالأوفن استوت أكلناها. هسه بعد ما خلطنا البيض خلطة خفيفة راح نضيف عليه قلاص الشكر، وهم راح نخلط. بس عندكم هاي هنا الخطوة تخلطون عدل على مود يذوب الشكر. هسه بعد ما خلطنا شوفوا صار بهذا اللون، راح نضيف الزيت وضفنا الفانيلا هم، وضفت قلاص حليب مثل قلاص الشكر بنات، قست بيه الطحين والشكر وقست بيه الزيت وقست بيه الحليب، حليب سائل ضفت قلاص حليب سائل فقط، لا ماي ولا شي. واذا ما عندكم حليب سائل تقدرون تستخدمون حليب بودرة، يعني خاشوقتين او 3 خواشيق حليب بودرة تذوبوهن بماي وتسوونه قلاص وتضيفونه. هسه راح انزل نص الكمية من الطحين اخلطها، وبعدين انزل الكمية الباقي. القشطة ما ضفتها، اريد القوام مالت الكيكة يثخن واضيفها على مود لا هيجي تصير شلون الفصوص ومو حلو شكلها. فهسه من يثخن راح اضيفها، لا بسرعة تنخلط وتذوب. نخلط عدل حتى ما يبقى عندنا كتل من الطحين. وهنا بنات انا مشغلة الفرن حتى يحمى، يعني قبل لا ابدي اشتغل شغلت الفرن حتى يحمى. هسه راح اضيف البيكنج باودر. هم الخلطة زين. هسه راح اضيف القشطة همت. هم نخلط عدل. شوفوا هسه انا استخدمت العود الخشبية، خلطت لي كل الزين، ونزلت باقي الطحين.
ان شاء الله الفيديو الجاي بنات راح انزل لكم الكيكة بالمحسن، محسن الكيك يسوي طعم الكيك كلش طيب ويسويه هشة وسفنجية. هسه هنا بعد ما خلطت كل زين، شوفوا بنات القوام، راح اضيف طرف الخاشوقة صودا. انا هنا كثرت بنات، اضيفوا طرف الخاشوقة او خاشوقة شاي. الصودا تنطيها ارتفاع كلش حلو، يحبها مرتفعة يضيف لها صودا. واذا ما عندكم صودا عادي ظرفين بيكنج باودر هم راح ترتفع. هسه عندي هذا القالب دهنته بزيت، حطيت عليه طحين، وهسه ضفت الكيك. هنا راح اضيف قسم وقسم احط عليه كاكاو. هذا اللي بغى ضفت عليه كاكاو باودر مر. راح نخلطه زين ونضيفه فوقه شوية، كمية كلش قليلة. شوفوا نضيفه بهذا الشكل، هم ينطيها طعم طيب وينطيها شكل حلو. فطبعا ما عليكم بشكل كاونتر صارت انفجار. وهاي الكيكة بعد ما استوت، شوفوا بنات ارتفاعها واسفنجية كلش حلو. حطيتها بالفرن على درجة حرارة 200 وشغلتها بس من جو. تقريبا أخذت عندي ساعة إلا ربع استوت من فوق ومن جوا. بعدين فتحت الفوق بس اتحمرت. شوفوا بنات هاي شكلها، الطعم ما أقولكم كلش طيب، وارتفاعها كلش حلو. وإذا وصلت ويانا لنهاية الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك. مع السلامة.